من الأجدر على الملك محمد السادس أن يقدم اليد الممدودة للاتحاد الإفريقي، كون الجمهورية العربية الصحراوية وقيادتها جبهة البوليساريو هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وموجودة في الاتحاد الإفريقي، كونها دولة هي الدولة الصحراوية المحتلة بطبيعة الحال، كان بكونه وما علاقة راح نجيك العلاقة. كان من الأجدر أن تقدم اليد الممدودة لبلجيكا التي احتضنت قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقي، وتمت دعوة الجمهورية العربية الصحراوية وحضرت إلى جانب المملكة المغربية الجمهورية الصحراوية ممثلة في الرئيس إبراهيم غالي. إذا هنا نشوف التناقض الأستاذة نورال. أما فيما يخص خطاب اليد الممدودة، أنا سيد كمال ما فهمت عليك بصراحة. معليش فيما يخص لا مش معليش سيد كمال، إذا بتريد أنا محاورة، لا تحاول انك تهمشني. ما علاقة عضوية الجمهورية الصحراوية باليد الممدودة؟ اليد الممدودة هي للشعب الجزائري، لهذا الصراع العربي، للمشكلة الموجودة ما بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية. ما علاقة عضوية هذا الخطاب أضمه إلى البروباغندا المغربية التي دائما تختبئ وراء قبعة الجزائر. الأستاذة نورال في إذا أنت تهمني بالانحياز هكذا. لا ما نقصدكش، أنت محاورة ونعرفك الأستاذة نورال. المملكة المغربية لما أمضت اتفاقيات وقف إطلاق النار سنة 1991 تحت بمظلة أممية، المملكة المغربية أمضت اتفاقيات وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو، ولم تمضي اتفاقيات وقف إطلاق النار مع الجزائر، والجزائر لم تكن حاضرة، بل أمضت الاتفاقيات وقف إطلاق النار بعد حرب من 1975 حتى 1991 أمضتها مع جبهة البوليساريو، ولم تمضي اتفاقيات وقف إطلاق النار. هل هي بحاجة لوقف إطلاق نار مع الجزائر؟ نعم. هل المملكة بحاجة لوقف إطلاق نار مع الجزائر؟ أريد أن أقول أن النظام أو الدولة المغربية تعلم أن مشكلتها مع البوليساريو وليس مع الجزائر. أردت أن أعطيك دليل فقط أن البوليساريو والمغرب هم. أنا فهمت بطريقة معاكسة، أنا فهمت طبعا بطريقة معاكسة سيد كمال. فيما يخص اليد الممدودة الأستاذة نورال، لما يجي الوقت وين الجزائر تشوف كلام اليد الممدودة مطبق على أرض الواقع وشروط الجزائر واضحة، ولما نشوفوا كلام اليد الممدودة واقعيا ونلتمس إشارات، يعني الجزائر تلتمس إشارات منطقية وواقعية، ممكن يكون هناك شأن آخر، لأن الرد الجزائري أو القرار الجزائري واضح. أنا نقول ونعاود نكرر ما هو سيد كمال، أنا في الحقيقة دعني أكون صريحة معك قليلا. أنا الذي قرأته في بيان البوليساريو هذا هو رد جزائري ودي للمملكة المغربية أو للعاهل المغربي الذي صرح قبل أيام أو دعاكم لحوار صريح وأخوي سيد كمال، ولكن هناك عدائية في لكنتاك بصراحة، وأنا هذا ما لا أستطيع أن أفهمه. لماذا تنظر الأمور بهذه العدائية؟ قد يكون لدينا في المستقبل القريب تطورات في هذا الملف، ونرى بصراحة الحدود فتحت والعلاقات استؤنفت. وهل دعا الملك محمد السادس الجزائر للجلوس على طاولة الحوار من أجل قضية الصحراء الغربية الأستاذة نورال؟ سوف تكون أحد وأبرز الملفات على القائمة للحوار. وما أدراك الأستاذة نورال أنها ستكون ضمن الأولويات في الحوار والتفاوض؟ وما أدراك؟ لا يعني لما لا؟ وهل محمد السادس لا يملك الجرأة أن يتكلم ويقول للجزائر تعالي لنتحاور على قضية الصحراء الغربية؟ أظن أنه الملك المغرب. يا سيد كمال، الجميع يعلم بأن المشكلة الكبرى بينكم هي ملف الصحراء، فلماذا أنت تحاول أن تفعل الأمور بطريقة غريبة؟ طبيعي أن يكون ملف الصحراء، من الطبيعي أن يكون ملف الصحراء هو على أبرز المشكلات التي سوف يتم التطرق إليها بأي جلسة حوار ما بين المغرب والجزائر. واضحة. الأستاذة نورال، من 75 تقريبا نتكلم على سنوات الثمانينات حتى للتسعينات، كانت العلاقات الجزائرية المغربية جيدة جدا بل ممتازة، وكانت الحدود مفتوحة، والإخوة الجزائريين يمشوا للمغرب يعني عبر الحدود، وما كانش حتى مشاكل، والإخوة المغاربة كذلك يدخلوا الجزائر من غير عراقيل وغيرها. كانت كل الأمور تمشي سمن على عسل. وبالموازاة كانت قضية الصحراء الغربية موجودة، واللاجئين أو الإخوة الصحراويين موجودين في الجزائر، وجبهة البوليساريو قائمة. وفي سنوات الثمانينات كانت حرب شديدة الوطيس بين البوليساريو المملكة المغربية، لكن العلاقات الجزائرية كانت جيدة جدا. فلماذا لم تكن هناك يعني قضية الصحراء الغربية مشكل بين الجزائر والمغرب الأستاذة نورال؟ وهنا السؤال يبقى مطروح. أنا أريد أن أقول لك أن المشكل بين الجزائر والمغرب لا علاقة له بالصحراء الغربية بتاتا الأستاذة نورال، ونتمنى الجواب واضح، وراح ننزل ونخلي مكان للآخرين. شكرا جزيلا. ولك كمان. شكرا على الاستضافة. أول شيء دعني أختي الفاضلة أن أعطيك لمحة أو تعريف يعني لهذا المشكل العالق بين الجزائر والمغرب في الحقيقة، هو مشكل الصحراء الغربية المغربية. أولا المشكل هو بين المغرب والجزائر. البوليساريو أو مرتزقة البوليساريو مجرد أداة في يد النظام العسكري الجزائري. الهدف منها تقسيم المغرب وإضعافه وقطع جذوره بإفريقيا.
الرئيس بوخروبة الرئيس الجزائري قال في سبعينيات القرن الماضي أننا وضعنا هذا المشكل كحجرة عثرة في حذاء المغرب كي لا يتقدم، والجزائر هي من احتضنت هؤلاء المرتزقة. طبيعة الحال اختلقهم القذافي وكذلك بوخروبة، ولكن الجزائر هي من احتضنت وخصصت كل الثروة كدعم لهذه المرتزقة. إلى حدود 2018 فقط صرفت أكثر من 500 مليار دولار. وهذه كذبة كذبها بوخروبة، وللأسف صدقها معظم الشعب الجزائري. وبسبب هذه الكذبة وبسبب هذه مرتزقة بوليزاريو اليوم الشعب الجزائري الشقيق الذي نكن له كل الحب والاحترام والتقدير يعاني مشاكل كثيرة على جميع المستويات. يعني الجزائر دولة غنية ما شاء الله، باطنها غني لكن فوق الأرض شعب فقير. إذن سنة 1975 نظم المغفور له الحسن الثاني مسيرة خضراء مضفرة شارك في 350 ألف مغربي ومغربية، سميت حينها بمعجزة القرن العشرين. عندما ذهب 350 ألف مغربي ومغربية إلى أقاليمنا الجنوبية لم نجد هناك لا مرتزقة بوليزاريو ولا أي جنسية أخرى ولا أي أحد غير إسبانيا، غير جنود الإسبان. تجاوز أجدادنا وأهلنا الأسلاك الشائكة وأسقطوا العلم الإسباني ورفعوا العلم المغربي. لم يكن هناك لا بوليزاريو. ولكن أنا بحسب اطلاعي على تقارير نعقب عليه الله يجازيك سيد يوسف، ممنوع المقاطعة. إذا بتريد هذا آخر تحذير لك، مداخلة من بعده لو سمحت. ممنوع المقاطعة نهائيا. سيد شكري، البوليساريو أسست في 93، أي أنه قبل المسيرة الخضراء بعامين، هذا ما أعلمه أنا. وأنا أعلم بأن هذه المسيرة الخضراء كانت يعني سلمية نعم وشعبية، ولكن تخللها أيضا اشتباكات مع عناصر يتبعوا للبوليساريو. فأنت حاليا يعني تحاول إلغاء وجود البوليساريو في ذلك الوقت. ما الهدف من هذا؟ أختي الفاضلة، أنا أتحداك وأتحدى أي جزائري وأي فرد من مرتزقة البوليزاريو يثبت أنه كانت هناك اشتباكات بين المغاربة أو جنود المغاربة والبوليزاريو. أبدا لم يكن هناك ولا عنصر واحد من البوليزاريو، كان هناك فقط جنود إسبان. ولم تستطيع إسبانيا أن تواجه 350 ألف مغربي ومغربية، وكانت كاميرات العالم كلها تراقب وكانت حاضرة. المهم أننا أسقطنا العلم الإسباني ورفعنا العلم المغربي، وخرجت إسبانيا. ومنذ 1975 والصحراء المغربية في مغربها والمغرب في صحرائه. مرتزقة بوليزاريو هي أداة في يد النظام العسكري الجزائري، وهو شأن جزائري داخلي موجودة داخل حدود الجزائرية. لا توجد مرتزقة بوليزاريو في أي مكان آخر سوى داخل الحدود الجزائرية. إذن هذا شأن داخلي جزائري. ثم أنا أتحدى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وأتحدى قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، وأتحدى كل جنرال وكل من يدعم النظام العسكري ويدعم طرح الانفصال أن يأتيني بما يثبت أن المرتزقة بوليزاريو هم لاجئين أو الساكنة المحتجزة داخل تندوف عندهم صفة لاجئين. لا يتوفرون على بطاقة لاجئ، هم محتجزون داخل مخيمات العار والدل. أما مرتزقة بوليزاريو أختي العزيزة، هل يوجد لاجئ في العالم يحمل السلاح؟ هؤلاء اليوم النائب الأمريكي جون ويلسون وأول مرة الديمقراطيين والجمهوريين في أمريكا يتفقان لأول مرة على مشروع قانون تصنيف مرتزقة البوليزاريو كجماعة كبابية، حتى لا أقول الكلمة الأخرى، كجماعة كبابية. ماذا يعني؟ ما فهمت ما هذا المصطلح. يعني لا أريد أن أقول إرهابية حتى جماعة إرهابية، يعني جماعة إرهابية أقولها مرة، ولما أقول مرة ثانية كبابية معناها هي الكلمة التي قلت. إذن لأول مرة الجمهوريين والديمقراطيين يتفقان في أمريكا على مشروع تصنيف مرتزقة البوليزاريو كجماعة كبابية. هذه نقطة أخرى أختي العزيزة، المستشار الأمريكي ما معنى اتفاقه؟ أرجو عدم المقاطعة أختي الفاضلة، أنا التزمت بالصمت ولا أقاطع أحد. الأخت من فضلك، ما معنى اتفاقوا؟ أين اتفقوا؟ قانون أو ما معنى اتفاقوا؟ تمام سيد قادر. سيد شكري، سيد قادر فقط عم يطلب دليل أو إثبات على حديثك. نعم. أو هذا فيما يتعلق بأن تصنيف البوليساريو بجماعة إرهابية. نعم أختي الفاضلة، أنا أعطي الاسم وأقول النائب البرلماني السيناتور جون ويلسون وعدد من النواب والبرلمانيين الأمريكيين يعني وضعوا مشروع قانون تصنيف مرتزقة بوليزاريو كأداة أو كجماعة كبابية. والنتيجة ما هي؟ أرجوك لا تقاطعني، لا تقاطعني. والنتيجة ما هي؟ وفر أسئلتك. سيد قادر، ممنوع المقاطعة بكل الأحوال. هذا ليس تصنيف أمريكي رسمي، وإنما هذا سيناتور أمريكي. بإمكانكم أن تبحثوا عن هذا الخبر. وأعتقد أن هذا الحديث يمثل الجماعة الذي تحدثت به، وهو مشروع قانون أصلا لم يتم اعتماده بعد. بارك الله فيك أختي. نعم، إذا هو مشروع قانون اتفق فيه الديمقراطيون والجمهوريون على تصنيف
مرتزقة البوليساريو كجماعة كبابية. الآن أمريكا أو ترامب وجه يعني كلمته للجزائر عن طريق نائبه وعن طريق أيضا مستشاره على الجزائر أن تعمل على إنهاء هذا المشكل، وأن تجلس الجزائر إلى طاولة الحوار لإنهاء هذا المشكل، وأعطاهم مهلة يعني حددها في 3 أشهر. إذن هذه 3 أشهر أختي الفاضلة على الجزائر أن توافق على مطلب أمريكا أو ترامب، وإلا بعدها إذا لم توافق فالمشروع يعني تصنيف مرتزقة البوليساريو كجماعة كبابية سيتم يعني سنه وسيتم تفعيله، وبالتالي حينها ستصنف مرتزقة البوليساريو كجماعة كبابية، وبعدها ستصنف الجزائر كحاضنة وداعمة للكذب. هذه نقطة أختي الفاضلة. أما عن المنظار أو قبل المنظار، أول شيء قضية تشبيه القضية الوهمية لمرتزقة البوليساريو بالقضية الفلسطينية هو شيء يعني العمل ماكر ومقصود، بحيث أن الجزائر صنعت علم مرتزقة البوليساريو نفس علم دولة فلسطين الشقيقة، وأضافت إليه نجمة صغيرة خماسية. وعندما يتحدث أي مسؤول جزائري عن هذه القضية الوهمية لابد أن يتطرق أولا للقضية الفلسطينية، وعندما يتحدث عن النساء الفلسطينيات ومعاناتهن في فلسطين مع الاحتلال بعدها يتحدث مباشرة عن ما يسميهم بالنساء الصحراويات، وعلى أنهن يعني يعانين من نفس المعاناة حتى يحصل على التعاطف، يعني هو يستمد التعاطف من القضية الفلسطينية للقضية الوهمية. وأكثر من ذلك تشبيه قضية مرتزقة البوليساريو بالقضية الفلسطينية فيه إساءة شديدة للقضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية قضية عادلة، وتشبيهها بقضية مرتزقة البوليساريو في إساءة، لأن مرتزقة البوليساريو هم جماعة كبابية ومرتزقة. هذه نقطة. أما عن قضية المنظار أختي الفاضلة التي تحدث عنه هذا أحد المتدخلين، وقال أن المغرب وضع منظار ينظر به إلى العالم، ألا وهو ملف الوحدة الترابية وخصوصا ملف الصحراء المغربية، وهو المعيار والمقياس الواضح والبسيط الذي نقيس به مدى صدق الصداقات ونجاح الشراكات. بمعنى أن أي دولة تريد أن تدخل في شراكة مع المغرب لا يمكن أن يقبل المغرب إلا لما تعترف هذه الدولة بمغربية الصحراء، ثم تتعامل مع المغرب ندا للند وتحترم السيادة المغربية. وهذا ما رضخت له إسبانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية وعدد من دول العالم حتى من أمريكا اللاتينية. لكن هذا المتدخل الذي تحدث عن هذا المنظار وحاول أن يمرر مغالطة، وقال أن محمد السادس حفظه الله مد اليد للجزائر، والجزائر هي تدعم يعني تقسيم المغرب وتدعم فصل الصحراء المغربية عن مغربها. الأخت هل هذا أعطينا نفس الوقت؟ هناك مضايقة أختي الفاضلة، أنا تدخل كل الإخوان، لم أقاطع أحد، فأتمنى أنني أكمل مداخلتي. أنا أختي العزيزة أنا سجلت بس لحظة سيد شكري، إذا بتريدوا من البداية يا جماعة، أنا بعرف وعندي اطلاع على أسلوبكم ضيوفي والأشخاص الموجودين المشاهدين، لا تحاولوا أبدا أنه تتهموني بالانحياز لأي طرف، وخصوصا الضيوف. أي محاولة من الضيوف لاتهامي بالانحياز هي ضعف منه وتهرب من الأجوبة. أنا بعتمد الأمور بهذا الشكل، أنا هون محاورة وراح أطرح أسئلة تبعا للثغرات والأمور الغير منطقية يلي بسمعها. على عجالة سيد شكري خليني أمرر. شكرا أختي، أنا سجلت نقاط ولا بد أنني أرد على هذه النقاط بحكم أنني مغربي وحيد هنا، وبالتالي يجب أن أرد. وأنا أشكرك جزيل الشكر على حسن تدبيرك وإدارتك لهذا البث المحترم. السلام عليكم. هذه خطة يعني يعتمدها طيب سيد يوسف رح أعطيك فرصة بعد دقيقة. سيد شكري إذا بتريد يعني انهي لو سمحت، خليني أمرر الدور لأنه واضح أنه الضيوف ضاجوا. نعم دقيقة الله يخليك. شوف قضية اليد الممدودة أختي العزيزة ليس لها علاقة بما قاله ذاك المتدخل، بحيث أنه لا يد ممدودة إلا في إطار هذا المنظار. يعني الجزائر دعا محمد السادس بعدما أكد على أن الشعب الجزائري والشعب المغربي بمثابة توأمين، وأكد بأن الشعب الجزائري شعب شقيق، وأن ما يمس الشعب الجزائري يمسنا وما يفرح الشعب الجزائري يفرحنا وما يحزنهم يحزننا، وأنه لن يأتي الضر أبدا لأشقنا الجزائريين. بعدها يعني وجه الكلمة إلى السلطة أو النظام في الجزائر، بحيث قال ندعو إلى الجلوس إلى الطاولة لحل المشاكل العالقة، وقال جلالته بأن يجب أن نحفظ يعني من أجل أن نحفظ ماء الوجه للجميع. تعلم أن المغرب انتصر أختي العزيزة، المغرب انتصر، انتهى مشكلة، هذا المشكل انتهى، لكن عظمة ملكنا أو يعني أخلاق ملكنا وأخلاق الملوك العلويين الشرفاء هي هكذا. يعني وجاء الرد سيد شكري اليوم على البوليساريو. دعني يا سيد شكري، أنا لازم أني أختصر معك. جاء الرد على لسان البوليساريو برد إيجابي وهو استعدادها للتفاوض. هل
اختي العزيزه، جلاله الملك إذا لم يخاطب المغرب البوليساريو. لن تجلس على طاولة حوار مباشر مع البوليساريو. اختي الفاضله، المغرب يؤكد دائما ان الطرف الرئيسي في النزاع هي الجزائر وليست البوليساريو. البوليساريو مجرد اداه في يد النظام الجزائري. الطرف الرئيسي هل تعتبرونها إهانة أن يأتي الرد على لسان البوليساريو بدلا من الجزائر بعد أن عرض ودعا العالم المغربي الجزائر للحوار؟ نحن لا نعرف شيء اسمه البوليساريو اختي العزيزه، نحن لا يهمنا يطبل اليوم مسألة سبق ماذا مسألة قصدت الجزائر إذن؟ ماذا قصدت إذن يا أختي الجزائر العزيزة من إرسال الرد على لسان البوليساريو؟ الطرف الرئيسي أختي الفاضلة هي الجزائر، والمغرب لن يجلس إلا بجلوس الجزائر، لأن الجزائر هي المحتضنة وهي الداعمة وهي الطرف الرئيسي. الجزائر هي من هي خصصت دبلوماسيتها للدفاع عن هذه الأداة وعن تقسيم المغرب. الجزائر هي من تصرف أموال طائلة، هي من تتكلم بالطائرات وتتكلم بالسفريات وبالإقامات، بل أعطت مليار دولار لدول إفريقية من أجل دعم بنيتها التحتية كمنحة من أجل محاولة الحصول على دعم، ومع ذلك لم تعلها اهتمام هذه الدول الإفريقية. بينما الشعب الجزائري قال الرئيس الجزائري تبون أنه ليس لهم يعني الإمكانيات من أجل بناء البنية التحتية، سدود وسكك حديدية ومستشفيات وغيرها. حتى أكمل فقط اليد أنا لازم إذا وتعيش مشاكل مع دول متعددة. الجزائر متورطة مع إيران. إذن لكل هذه الأسباب فالجزائر ليست في وضع مريح. الجزائر هي تعاني، وبالتالي فالنظام الجزائري بكل هذه الخروقات وبكل هذه التقارير التي تدينه هو متورط. إذن إن هو خضع لأوامر أمريكا ويعني تماشى مع سياسة نظام العالم الجديد فمرحبا، لكن النظام العسكري متهور وهو لا يتماشى بسياسة عقلانية، وهو كذلك ضد سياسة نظام العالم الجديد، وبالتالي فالمتوقع هو إسقاط هذا النظام. لكن السيناريو الذي سيسقط به النظام غير معروف. هل ستكون هناك مواجهة دموية؟ هل ستكون هناك عشرية سوداء ثانية؟ هل سيفتعل هجمات كبابية هذا النظام العسكري؟ إذا كل هذه الأمور هي تهدد أمن استقرار الجزائر وتهدد أمن استقرار المنطقة. إذا جلالة الملك محمد السادس مد يده. وهل هناك خطر قد يهدد أمن واستقرار الجزائر آتي من المغرب؟ أبدا. جلالة الملك يؤكد دائما أنه لن يأتيكم الشر أبدا من المغرب. جلالة الملك يؤكد أن ما يمس الجزائر يمس المغرب، ما يمس الشعب الجزائري يمس الشعب المغربي. جلالة الملك يؤكد على أنه ما يفرحكم يفرحنا أيها الشعب الجزائري، ما يحزنكم يحزننا، وأن الشعبين بمثابة توأمين، وأنه يجب أن تكون الحدود بمثابة جسر تواصل، لا لقطع العلاقة الدبلوماسية، لا لقطع المجال الجوي، لا لقطع الحدود. الجزائر هي من قطعت العلاقة الدبلوماسية وأغلقت المجال الجوي وأغلقت الحدود، والعداء هو من جهة واحدة. لما يمد جلالة الملك محمد السادس يد الممدودة، النظام العسكري يعتبرها ضعف، أو الذباب الجزائري بالأحرى يعتبرها ضعف، لكن هذه نقطة قوة، وهذه اليد الممدودة اليوم هي آخر فرصة يعطيها جلالة الملك للنظام الجزائري، وهي من أجل الشعب الجزائري، بحيث أن خطاب السامي الملكي بدأ بالتحدث عن الشعب الجزائري ومكانته لدى جلالة الملك والمغاربة، وكإشارة أو أراد جلالة الملك أن يقول للنظام العسكري أقل شيء إذا كنت تمكن ذرة حب لهذا الشعب، وإذا كنت تملك ذرة مسؤولية تجاه هذا الشعب، فاعمل لأجل هذا الشعب، لأن الظروف القادمة ستعصف بالشعب الجزائري. جلالة الملك يحمل هم الشعب الجزائري وهم الشعب المغربي، بينما النظام العسكري لا يهمه شأن الشعب الجزائري، وهو مستعد أن يضحي بكل الشعب من أجل أن يبقى على رأس السلطة. إذا جلالة الملك مد اليد لينقذ الجزائر من الغرق، هي يد لإنقاذ الجزائر، وهي أيضا يد ليحافظ النظام العسكري الجزائري على ماء وجهه، بحيث قال جلالة الملك نحن هنا ليس من أجل رابح وخاسر ولنحافظ على ماء وجه الجميع. شوف اللغة العقلانية، الطريقة التي تحدث بها جلالة الملك، يعني بعقلانية، بحكمة، برحمة. إذا قلت أختي الفاضلة هذا فيما يخص اليد الممدودة. أنا لازم أمر الدور سيد شكري، خليك برجع بعطيك